ده مش هيأثر. وبالتالي فعلا يعني كان كل الكلام اللي بيتم حواليا، لكن كنت مركز مع المنتخب الاولمبي في معسكراتنا في الاعداد، بالرغم ان احنا كان عندنا صعوبات. يمكن التفكير كان مطالب ان هو يبقى اكتر من اللازم، لان اما بيكون حواليك صعوبات بيبقى مطلوب التركيز يبقى اكتر، والتنظيم يبقى اكتر، والحصر لكل المشاكل اللي حواليك يبقى فيها دقه شويه. فالحمد لله. ويمكن ده طبعا برضو مجموعه العمل اللي موجوده كلها، يعني الجهاز اللي موجود معايا بصراحه طبعا برضو كابتن حماده المصري قايم بدور كبير معايا، لان المشاكل بتتناقش على طول وبتطرح على طول، وبيبقى فيه طبعا مسانده من مجلس اداره الاتحاد. فده طبعا شيء مهم بالنسبه لنا، وده اللي خلى يبقى فيه هدوء. يمكن انت عاوز اقول ان المنتخب الاولمبي بيشتغل محدش سامع له صوت، محدش سامع له صوت. ده اللي انا عاوز اقولها يعني. الحقيقه من اولهم لاخرهم، يعني من شادي لكابتن سامع عرابي، المجموعه كلها مميزه الحمد لله. الحقيقه مجموعه محترمه جدا. ولكن مع حضرتك مجموعه من اللاعبين صعب التعامل معاهم، صعب التعامل معاهم. هم انا عشرت مجموعه كبيره منهم، مجموعه محترمه جدا، اولاد مهذبه جدا، ولكن دايما في فرقهم بيقولوا ان هو الامور عندهم مش سهله في التعامل. يعني كهربا خرج احترف ورجع بسرعه، رمضان عنده مشاكل في النادي الاهلي، تريزيجيه لسه صغير، ولكن بيتألقوا بشكل غير طبيعي مع المنتخب الاولمبي. كيف حضرتك يعني تستطيع انك تسيطر على الدنيا دي؟ المناقشه دي من خلال تعاملك معاهم ولا من خلال بص حضرتك، انا ما اتعاملت، انت جامع معلومات عننا بالفعل. يعني انا اتعاملت مع مجموعه منهم من منتخب الكابتن ربيع ياسين، ولاد الحقيقه محترمين جدا، مهذبين. يعني مثلا الناس تتكلم مثلا حد مثلا على كهربا ان هو مش ملتزم، مش جدي، سافر ورجع وبتاع. انا لما اتعاملت معاه في تركيا ولد ملتزم محترم مهذب جدا، مؤدب جدا بره الملعب، عنده طموح كبير جدا في الكوره، ولكن هو عايزين معامله خاصه. ايه هي انا مش عارف، يعني انا مش عارف الحقيقه، بس شايف ان حضرتك تجيد التعامل معاهم. بالظبط يا كابتن سيف، انت بتتكلم عن نقط مهمه جدا. لابد في اي فرقه بيبقى في تعارف جيد جدا بين المدرب واللعيبه اللي موجوده معاه، تعرف على شخصياتهم، على قدراتهم، على امكانياتهم، مش في الملعب بس. يعني الملعب طبعا ده مهم جدا، وده من خلال العمل وتكرار العمل بتقدر تقيم حته الملعب، لكن بره الملعب مهم جدا. ويمكن زي ما انت بتقول في تنوع في المجموعه اللي موجوده معانا، وبالذات في العمر السني ده النضوج لسه لم يكتمل بالشكل المطلوب، لان احنا عارفين طبعا كل ما بيزيد العمر السني بيزداد النضوج، وبالذات كل ما بيزداد التكرارات في اشياء كتيره جدا، كم عدد المباريات والتواجد في انديه كبيره والضغط، كل ده هو اللي بيولد الشخصيه عند اللاعبين. فبالفعل يعني مهم جدا ان احنا نقرب من اللاعبين، وده اللي انا بحاول طبعا، وده شيء اساسي في عملي، نقرب من اللاعبين، من شخصياتهم، من كل لاعب محتاج ايه. في فوارق طبعا في اشياء كتيره جدا في النواحي المعنويه وفي الامكانيات الفنيه، كل ده بيبقى دورنا طبعا ان احنا التوقيتات اللي انت بتتكلم فيها، احساسك باللاعب بدرجه تركيزه، باهميه المباراه، باهميه المرحله اللي انت فيها، لابد يبقى فيها تقييم جيد. وبالتالي بتتكلم مع اللاعبين زي ما انا قلت لك في البدايه يا كابتن سيف، يمكن صعوبه المباراه دي كانت في النتيجه اللي اتعملت في بروندي، فبالتالي ممكن يبقى هناك بعض يعني الرعونه شويه، او يعني الارتياحيه اللي هي تبقى سلبيه شويه. عشان كده كان ليا جلسات فرديه مع بعض اللاعبين والكلام معاهم. وبصراحه زي ما انت بتقول على الجانب الثاني المجموعه ككل طبعا مجموعه مميزه جدا، على الناحيه الاخلاقيه مميزين جدا. الشيء الجيد طبعا ان هم حبوا كمان المنتخب الاولمبي. يعني انا ببقى سعيد جدا اما احس برغبه اللاعبين في التجمع، ورغبتهم في المعسكرات، ورغبتهم ان هم يبقوا موجودين مع المنتخب الاولمبي، دي موجوده بشكل كبير جدا. وبحس الناس كلها بتبقى عاوزه تبقى متواجده، فبالتالي بنقوم معاهم بدور جيد كلنا. وفي بعض الاوقات برضو بيبقى انا ليا رسائل لبعض المعاونين معايا بكلام بعض اللاعبين. مش مبالغه يا كابتن حسام، ولكن وجود حضرتك في المنتخب الاولمبي بمنتهى الصراحه كبره، يعني او بالبلدي عشان الناس تعرفنا. ساعات اللعيبه حتى لو بيلعب في نادي صغير مش نادي كبير، في وجود مدير فني كبير، يعني مثلا في المقاولين العرب راح الكابتن حسن شحاته، اللعيبه اختلفت رغم هي نفس اللعيبه. كابتن حسام حسن في الاتحاد، اي لعيب بيلعب تحت مدير فني او اسم كبير بيكبر الفريق او بيكبر المنتخب اللي هو فيه.
اكيد يا كابتن سيف، يعني ده شيء طبعا بيسعدني، لكن يعني دي بتبقى مسؤوليه تانية. يعني اما يبقى في زي ما انت بتقول اسم زي كابتن حسن شحاته او حسام حسن موجود في مكان، او زي ما حضرتك بتقول انا مع المنتخب الاولمبي، ده شيء طبعا بيبقى جيد، لكن لازم على نفس المستوى برضه يبقى في ريفلكت او في اهتمامات اخرى مني كراجل مسؤول. يعني لابد الكلام دوت بقى يبقى فيه عمل اكتر، يبقى فيه انتاج اكتر، يبقى فيه انعكاس لوجود الشخصيه دي بالالتزام. والحمد لله يمكن ده المحسوس والملموس عند الناس كلها. زي ما هنقول يمكن شغلنا في هدوء، في نفس الوقت الالتزام اللي موجود بيسعدني جدا ان اي حد بيبقى موجود بيتكلم على الاحترافيه اللي موجوده في النظام اللي موجود، في الالتزام اللي موجود، في وعي اللاعبين. فاكيد يعني برضو دي بتبقى مسؤوليه علينا كاسماء، ان احنا اسماءنا كبيره، فلابد يبقى العمل كبير وعلى نفس المستوى. يعني برنامج حضرتك ايه الفتره الجايه؟ البرنامج طبعا اكيد مرتبط بالمنتخب الاول. يعني المنتخب الاول هو هيبقى البوصله بتاعتنا في الفتره الجايه، لان احنا عارفين طبعا التزامات الدوري ومواعيد الدوري، فبالتالي كل التوقفات اللي هتحصل للمنتخب الاول هتفيدنا بشكل كبير جدا. في ان شاء الله توقف في شهر 5، لكن ده معلوماتي لازم هيتاكد الكلام دوت، وهيبقى ليا قعده طبعا مع الاستاذ عامر حسين، وهطلب ان يكون في قعده مع كوبر بقى، لان لابد يبقى تنسيق. هو مش حصل تنسيق دلوقتي بينكم يا كابتن حسام؟ لا هو لسه ما حصلش يعني، لكن هو الراجل متابع بشكل كويس وحضر المباراه الاخيره، كان موجود عندنا في الدفاع الجوي من المعسكر اللي فات قبل ما نسافر لبروندي للتعرف على اللاعبين وللتعرف عليا. هو مين اللعيبه المشتركه بينه وبين حضرتك؟ هو في لغايه دلوقتي في 6 يعني، الستة اللي راحوا المعسكر اللي فات كان صالح جمعه وكوكا وتريزيجيه وكهربا وكان رجب نبيل، فكان في 6 لاعبين. فبالتالي لابد يبقى في اعلان او تنسيق بيننا مبكر شويه، لان مرحله بالذات شهر 6 هيبقى في توقف 12 يوم، فلابد اعرف الراجل هيبقى اختياراته ايه عشان انا اوضب نفسي، لان لابد انا استفيد بالفتره دي بشكل ايجابي، لان هي دي الفتره اللي هتسبق ان شاء الله مباراه الدور التمهيدي للاولمبياد شهر 7، وهيبقى اخر توقف بالنسبه لي. فمهم جدا ان انا اركز على المجموعه، ومهم جدا يبقى في تنسيق. لو هو هيختار حد يبقى بالفعل هيختاره وهيستخدمه، لان مش عاوزين طبعا نعطل الاولاد عن التحضير للهدف الاساسي وهو تصفيات الاولمبياد باذن الله. الجلسه المقرره مع الوزير والاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، يعني حضرتك بتفكر في ايه او طلباتك تبقى فيها ايه؟ والله انا طبعا بشكر المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه والشباب والرياضه، لان يمكن كلمنا بعد المباراه مباشره، ويعني هنانا على الفوز، وبالتالي هو طلب ان شاء الله يبقى في قعده على اساس يعرف طلباتنا ايه. انا مش عارف، تقريبا في عطل بقى، مش عارف حد اتفضل يا كابتن. طلب ان يعرف طلباتنا في الفتره اللي جايه على اساس يبقى في ان شاء الله قعده من قبل الاتحاد. يعني كرئيس الاتحاد الاستاذ جمال علام واحنا كابتن حماده المصري، ونقعد مع المهندس خالد عبد العزيز على اساس يعرف الفتره الجايه تحضيراتنا وطلباتنا ايه في الفتره الجايه، على اساس يبقى في دعم مستمر منه. وهو اكد على ان كل الدعم اللي مطلوب ان شاء الله هيبقى متاح في الفتره الجايه باذن الله. طب يعني لو برضو يعني ساعات كده في مصر يا كابتن حسام بيبقى كل طموحنا الوصول الى الشيء، وهو ده اقصى غاياتنا. يعني دايما نقول حلم الوصول لكاس العالم، حلم الوصول للاولمبياد. هل الحلم ده ممكن يبقى منافسه؟ ممكن الحلم ده يكبر؟ ممكن يبقى عندنا طموحات مختلفه؟ اكيد يا كابتن سيف، يعني احنا واخدينها خطوه خطوه، يعني كل ما بنمشي خطوه ايجابيه بنبص على اللي بعديها. اكيد طبعا الهدف طبعا وتركيزنا دلوقتي باذن الله الوصول الى الاولمبياد. بمجرد ان شاء الله لو عدينا الدور التمهيدي هنفكر في المجموعات اللي هي باذن الله هيختاروا منها 3 فرق عشان توصل الاولمبياد، هيبقى ده الهدف اللي بعد كده. لو ربنا كرمنا باذن الله، وانا متفائل باذن الله، يبقى هيبقى هدفنا حاجه ثانيه اما نروح الاولمبياد باذن الله. هنبتدي نفكر بشيء من الطموح وبشيء افضل ان شاء الله، وده اكيد طبعا بيبقى طموح اي حد، ونقدر نحاول ان احنا نحقق انجاز باذن الله. هل دور الكابتن حسام بدري يقتصر داخل الملعب فقط لا غير؟ يعني عند حضرتك عدد من اللعيبه عندها مشاكل في انديتها، يعني مثلا كهربا في ام بي جاي له عرض من الاهلي عايز يكمل بره، رمضان صبحي ما بيأديش مع الاهلي او ما بيلعبش وهو علامه استفهام ولغز كبير، تريزيجيه. يعني هل حضرتك ليك دور بره الملعب مع اللعيبه دي بره المنتخب؟ اكيد يا كابتن سيف، لان انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. اللعيبه دي انا ما بستخدمهاش في الوقت
التجمع بس، لان هيبقى على فترات طويله ولسه لينا اهداف ممتده واهداف طويله الاجل. فلابد اللاعب ده يبقى احواله مستقره في اشياء كثيره خاصه بيه، سواء في ناديه سواء في مشواره مع الكوره. فبالتالي بيبقى في تواصل مستمر، يعني ما بيبقاش من خلال تجمعاتنا بس او من خلال المعسكرات اللي موجودين فيها، لا بيبقى في تواصل. لو في اي مشكله عند لاعب او في اي حاجه بتحتاج دعم او مسانده او حوار، ببقى طبعا موجود مع اللاعبين، لان طبعا مهم جدا نفسيه اللاعب، ومهم ان اللاعب يبقى مستقر على اساس ان انت تاخد منه افضل حاجه. قالوا رمضان صبحي ان حضرتك كنت ورا يعني اقناعه بامضائه للنادي الاهلي، او هو كان مقتنع اصلا بعد ما حصل خلاف. يعني الحقيقه كانت لفته محترمه جدا من الولد، ان هو يعني بدون اي تفكير، بدون الدخول في مزايده، في اقل من ساعات يمضي على طول عقد جديد لمده 5 سنين. يعني بالفعل، يعني هو رمضان اثناء تواجدنا في احد المعسكرات كان حصل طبعا الاختلاف في اللي حصل بالنسبه للعقود بتاعته، ولابد ان هو يوقع العقود بتاعته. فيمكن كان في حوار بيني وبينه، الولد اتكلم وقال لي ان انا مطلوب مني ان انا اوقع العقود بتاعتي، فكان بياخد رايي. فقلت له طبعا اكيد لابد يبقى توقيعك للنادي الاهلي بدون تفكير، لان انت كنت موجود في المكان ده وهو ده المكان ده اللي طلعك. لكن لو كان عندك وجهات نظر لابد انت تناقش المسؤولين فيها، لكن لابد يبقى توقيعك دون ادنى شروط مع النادي الاهلي، لان انت ابن من ابناء النادي الاهلي. واذا كنت بتفكر في اي خطوه بعد كده، من حق النادي الاهلي ان يبقى كل تفكيرك او طموحك عن طريق النادي اللي اصغرك والنادي اللي طلعك وخلاك يعني الناس تعرف مين هو رمضان صبحي. فبالفعل يعني يمكن في نفس اليوم علاء عبد الصادق بعت له. هو قالوا يا كابتن ان كان جاي له عروض من الزمالك، هل دي اشاعات ولا فعلا كان حد كلمه من الزمالك؟ لا، انا معلوماتي ان كان فيه يعني هو جاله عروض من الزمالك وجاله عروض من وكلاء خارجيين. يعني في بعض الوكلاء قالوا له ان ممكن نسوقك برنامج تفريد دلوقتي، لكن رمضان بصراحه الموقف بتاعه طبعا يحسب له، موقف محترم، وقع طبعا موقف محترم. وهو طبعا قدر ان النادي الاهلي فضله عليه كبير جدا وان هو اللي عمله، فبالتالي وقع دون اي شروط على النادي الاهلي. الموقف اللي حرك حضرتك كابتن حسام البدري هو المبادئ، ولا بمنتهى الصراحه كده حب حضرتك للنادي الاهلي؟ يعني الموقف ده لو اللعيب ده في نادي الزمالك والموقف شبيه، كنت حضرتك هتنصحه باستمراره في الزمالك حتى لو جاي له عرض من الاهلي؟ اكيد يا كابتن سيف، يعني لابد الواحد يبقى يعني احنا بنقول في احتراف، وطبعا كل واحد من حقه انه يدور على المصالح الشخصيه، لكن هناك اسس وقواعد بتبقى موجوده لابد في شخصيه الانسان. يعني لما يبقى في مكان ليه الفضل وممكن يكون حصل طب يا كابتن